في بعض الناس بيتباهى ان هو بيقدر يركز على كذا حاجه في نفس الوقت، زي مثلا ان هو يكون بيسوق ويرد على المكالمات ويشوف الرسائل بتاع الواتساب مثلا. شيء خطير جدا الصراحه يعني. طبعا عملوا تجارب علميه واثبتوا فشل هذا الادعاء تماما. مفيش حد بيقدر يركز على حاجتين في نفس الوقت، ولكن هو بيعمل حاجه اسمها تاسك سويتشنج. هو بيكون بيعمل حاجه فيعمل تبديل بسرعه شديده جدا ويعمل الحاجه الثانيه، وبعدين يعمل تبديل بسرعه شديده جدا فيركز على الحاجه الاولانيه، فيظن او يوهم نفسه ان هو قادر يركز على حاجتين في نفس الوقت، ولكن دماغنا ما بيقدرش يركز على حاجتين في نفس الوقت. بالضبط زي عدسه الكاميرا دي. عدسه الكاميرا دي استحاله انها تقدر تركز على حاجتين في نفس الوقت، حاجه قريبه وحاجه بعيده مثلا. لازم تقعد تغير الفوكس، والحاجه اللي ان فوكس اللي انت مركز عليها بتبقى واضحه وظاهره بشكل كويس جدا، والحاجه الاوت اوف فوكس بتبقى بلوري كده ومش واضحه. ولما تنقل التركيز على الحاجه البعيده، الحاجه القريبه ديت برضو ايه بتبقى ضبابيه بشكل ما. احنا دماغنا بيعمل كده بالظبط، ولكن بيعمل بسرعه شديده قوي فيدي لك الوهم ان انت قادر تركز على اكتر من حاجه في نفس الوقت.